أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسلام يا رب. الفيديو النهاردة بتاعنا هنتكلم فيه عن ال200 جنيه الورق، وطبعا الغالي منها. بس انا هتكلم على الغالي، يعني انا مش هتكلم على كل الاصدارات، انا هتكلم على المطلوب واللي بيتباع بأرقام خرافية بتوصل ساعات ل28,000 و30,000 على حسب طبعا المشتري. واللهم صل بينا على النبي. على فكرة في ناس بتبيع الايباي من مصر زي ما انا قلت لكم، وطلعوا بيشحنوا العملة عن طريق الإمارات. متعرفش بقى بياخد فيزا سياحة خارجي مثلا، ياخد العملات دي كلها بره مثلا، يلم الشحنات يطلع بالعملات عادي في محفظته، لأن من زي 200 جنيه مثلا 50 جنيه. والراجل بسم الله ما شاء الله بايع على الإيباي 11,000 منتج، يعني 11,000 منتج من العملات ديت، سواء بقى عملات مصرية. على فكرة هو الراجل شغال في كل العملات، بين عنده كمان محل انتيكات كبير، فاهمين قصدي؟ فالناس فعلا ديت بتدور. لو انت معاك حاجة نادرة خش اعرضها على الفيسبوك او شوف الارقام. في ناس بتعرف توصل للناس الكبيرة ديت، اللي هي زي ما انا بقولك عليهم، دول اللي عندهم مواقع، عندهم محل انتيكات كبيرة، بيعرفوا يوصلوا لهم. بس هو بيبقى عامل زي تاجر الجملة ما بينكم، فاهم قصدي؟ بيلم منك العملات وقوم جاي رايح واخدها، بس هو بياخدها منك بسعر قليل، ويروح هو يبيعها له بالسعر ايه مثلا مرتفع، والتاني لحد ما توصل للسعر النهائي. يعني الاسعار اللي انا بجيبها لك دي السعر النهائي اللي جامع العملة بيشتري بيها، مش التجار اللي بياخدوا العملة منك لحد ما يوصلوها ويشحنوها، او سواء هيقيموها لحد اللهم صل بينا على النبي، لحد جامع العملة اللي هيحتفظ بالعملة دي عنده في البيت. انتوا فاهمين الفكرة؟ بس الاسعار انا بقولها يعني ده السعر النهائي اللي انا بلاقيه، السعر النهائي لبيع العملات. لان طبعا اي حاجة في الدنيا بيخش فيها التجار تعرف ان هي خلاص بيتخسف بيها الارض، فاهم؟ لان التاجر هيكسب منين؟ العملة مثلا معروف سعرها كذا، مثلا 1000 جنيه، تمام؟ انت لما هو يبيع لك ب1000 جنيه وراح باعها للتاني ب1000 جنيه، والتاني ده راح بيوصلها نفس ال1000 جنيه، فين المكسب بتاع الناس اللي في النص دي؟ فين المكسب؟ فاهم؟ فهو ده اللي بيعمل تأثير يعني على سعر العملة في مصر. هما اساسا كلهم بيشتغلوا بفكرة ايه؟ كل ما اعرف اضحك على الزبون اللي قدامي، فاهم؟ يعني اعمل مكسب اكتر. لا بس انت تروح تبقى مثلا هتيجي تبيع لحد الناس اللي بتعرف تبيع، وتروح تبيع تنزل الاماكن دي وتبيع في السوق مثلا ديانا، او بتبيع على الاوليكس، او بتبيع في ناس على فكرة بتبيع على الاوليكس، او بتبيع على الفيسبوك. تبقى خلي بالك ان انت تنزلش عن سعر اللي هو المشتري. يعني اخرك 20% تنزل، يعني تنزل له 20%، بحيث ان هو يكسب 10% واللي بعديه يكسب 10%، وتاخد انت نسبة ال80%. انت فهمت الفكرة؟ لكن لو وصلت لواحد هاوي هيبقى هتبيعها بالسعر اللي انا بقولك عليه، ما تقلش عنه. ده لو انت حابب تاخد بكلامي، اوكي؟ وخلونا طبعا قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وتكون اول 200 جنيه معانا النهارده، اللي هي البادية الاولى. والبادية الاولى دي هتلاقي عامل لك علامة كده ايه كده جنبها واحد، الرقم اللي بيبقى قبل التسلسل ده على الشمال، دي بتبقى الاصدارات الاولى. والاصدارات الاولى ديت ارقام خرافية. بس خلينا نسمع الاول. دي 200 جنيه دي بتاعت فاروق العقدة، اصدار سنة 2007، بس 3/4/2007. الحجم طبعا 176 في 80 ملي، الخامة الورق عادي. السعر بقى واهم حاجة طبعا احنا داخلين نشوفه، السعر ب27,900 جنيه بواقع 900 دولار. والراجل ده اللي انا كنت بكلمكم عليه اللي بيشحن العملات للامارات، هو مثلا جات له بيع على الايباي، فبيودي العملة للامارات، دولة عربية، وتخرج من الامارات طبعا زي كلنا عارفين، تخرج من عند الامارات تتشحن بدي اتش ال، تتشحن بارامكس، اي شركة من شركات الشحن الكبيرة ديت العالمية اللي بتحافظ على الحاجة، ويشحنها ويبعتها للراجل التاني. الراجل التاني بياخدها، سواء بقى هي متقيمة او يروح يقيمها ويسجلها باسمه ويحتفظ بيها، تمام؟ بسعر الحالة الجيدة ب25,575 جنيه بواقع 825 دولار. نخش على البادئة التانية. البادئة التانية دي يا جماعة بتاع برضه عادي فاروق العقدة، اصدار 3/4 برضه 2007. لا ثانية واحدة انا اسف، اصدار عشان قريت اللي قبلها، اصدار 4/4/2007. يعني شفت الفرق؟ ما يكملش غير يوم واحد بس، يعني هو يوم واحد بس اللي فرق، والسعر اختلف. بص السعر يا سيدي هيبقى عامل كام، بس برضه توقيع فاروق العقدة برضه. محدش بقى يخش يضحك عليك، ده اللون، ده الطباعة، دي حاجات مميزات بترفع سعر العملة 20 دولار 30 دولار، لكن الإصدارات الأولى هي اللي بتبقى غالية، فاهمين قصدي؟
البديهة التانية شوف السعر اختلف ازاي مع انه يوم واحد، يعني شوف ايه ما فيش، او من 3/4 ل4/4 هي واحد، فاهم؟ يوم واحد بقى ب17,360 جنيه بواقع 560 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب15,190 جنيه، 15,190 جنيه بواقع 490 دولار. البديهة الخامسة بقى فما أقل، يعني تلاقي ايه كده ورقم 5 أو رقم 3 أو رقم 4، سعر الأنصر ب5,395 جنيه بواقع 174 دولار. خلينا بس الأول ايه، عشان أنا قريت على طول السعر، هعرفكم إصدار سنة 2007 عادي، بس يوم 4/11، 4/11 فما أقل بقى. دي البادئة الخامسة فما أقل. حسب كل بادئة معاك بتختلف سعرها، يعني انت معاك التلاتة سعرها طبعا هيبقى اغلى من الاربعة، معاك الاربعة سعرها اغلى من الخمسة، بس انا قلت اجيب لك رينج متوسط تقدر اللي انت اللهم صل بينا على النبي تتعامل بيه مع الناس، تعرف تقول له مثلا العملة دي العملة ديت دي بديهة اقل من البديهة الخامسة، فاهم؟ المهم يعني سعر الأنصر ب5,395 جنيه بواقع 174 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب3,410 جنيه بواقع 110 دولار. نخش بقى على اللهم صل بينا على النبي 200 جنيه بتاعت هشام رامز. طبعا انا مش هجيب كل فاروق العقدة، ده ليه اصدارات كتير جدا، تمام؟ يعني حتى اواخر اصداراته مش مطلوبة، هو اللي مطلوب هشام رامز برضو مطلوب، اللي هي البادئة بدأ السك بتاعها او الاصدار بتاعها يوم 6/2/2013. البادئة بتاعته واحد بادئ من اول يعني 71، رقم 71 هشام رامز بديته 71 لحد 74، بعدها من غير مطلوبة اخرك لحد 74، وانا برضو جبت لك الرينج المتوسط. بيبيعوا سعر الانصر ب2325 جنيه بواقع 75 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب1795 جنيه بواقع 85 دولار. نخش برضو عند البادية بتاعت طارق حسن عامر، اللي هي برضو مش مطلوبة، يعني هي مطلوبة ب5 دولار، يعني بادئته 121، يعني فاهم؟ ما هي السيام ممكن تطلب، يعني انا شايف ان انت لو هي معاك او انت لقيت حاجة لطارق حسن عامر عندك وبديئتها منخفضة، يعني من بعد 121 لما انت طالع بقى 122 او 123 ايا كان، او التلات ساعات اللي بيبقوا في الجنب دولت، ايه 3 ساعات ده برضو اصدار خاص تقدر تبيعها. هي اصدارات كتير ومبحبش اخش في الورق عشان بيبقى اصداراته كتير، وكل ورقة وكل واحدة ليها رقم متسلسل. وعلى فكرة الراجل اللي انا كنت بكلمك عليه في اول الفيديو ده بيبيع ال50 جنيه معدية اكتر من 75 دولار، 50 جنيه عادية جدا، بس ما فيهاش غير السيريال نمبر كله صفار، واول رقم على اليمين رقم 2 رقم 3 رقم 4. فاكرين الفيديوهات اللي انا كنت بنزلها الناس القديمة معايا في القنوات القديمة، كنت بنزل السيريال نمبر والناس قاعدة برضو بتتريق ايه الهبل ده، انا هقعد ابص على الرقم اهو الراجل يا باشا في حتة 50 جنيه بيبيعها اكتر من 70 دولار 50 دولار على ما اتذكر، بس عشان السيريال نمبر مميز بس مش اكتر ولا اقل. حتة اصفار وجنبها رقم 4 عملت لها سعر وعملت لها فلوس، انت فاهمين؟ محدش يستقل باي برضو اللي هو شفت ما زي ما انت شفت كده طارق يعني طارق حسن عامر يا جماعه، يعني نصيحتي ليكم ان انتوا تحتفظوا بالعملات بتاعته، لانه اول محافظ بنك يتم اصدار في عهده العملات البلاستيك، فاحتمال عملاته كلها يبقى ليها سعر، بس طبعا الاصدارات الانصر الاولى اللي هي البادية مثلا بتاعته هنا مثلا 121، فاهم قصدي؟ يعني عندك هشام رامز زي ما انا عرفتك البداية بتاعته من 71 لحد 74 هي اللي مطلوبة، تمام؟ وعرفتك برضو عشان محدش يخش يقعد يقولك لا ده اللون هنا، ده البتاع هنا متغير، ده مش عارف دي قديمة دي جديدة، ملناش دعوة بالكلام ده. هما بياخدوا الاصدارات الاولى، هما عارفين طبعا وفاهمين ان دي لا مؤاخذة طباعة على الورق، بس الاصدارات الاولى ديت بتثبت مثلا حاجة تاريخية ان المحافظ ده كان اول مثلا حد يتسك في عقده العملة ديت او يتبع في عقده العملة ديت بتاع، فاهم؟ الحاجات دي هي اللي بتهم جمع العملة. انا برضو ما افهمش الناس دي بتحب يعني انا ما عنديش فكرة برضو ان انا اجمع حاجة، يعني انا واحد مش شاب الناس اللي طالعه الاجيال ديت السوشيال ميديا بتاع، فانا ما عنديش فكرة التجميع. في ناس كتير جدا تحب فكرة التجميع والاقتناء الاشياء الغريبة الحاجات المثيرة، هي دي اللي بتعمل فلوس، فاهمين قصدي؟ بس اهم حاجه بس يا جماعه عشان بس ايه فكره اللايك والكومنت مش عارف ليه بحسها، او ان انت تعمل شير للفيديو عندك على الفيسبوك، الناس يعني بتخش تاخد يعني انا بعمل مجهود اقسم بالله ان انا ادور واشوف لك البادئ. انت عارف انت الفيديو اللي انت بتشوفه في 3 دقايق 4 دقايق 10 دقايق ده اقسم بالله بياخد مني وقت ان انا ادور وابحث واعمل سعر واعمل مونتاج وابهدل.
لحد ما الفيديو بيخرج لك بالصوره النهائيه، انت ما بتشوفش ما وراء الكواليس. يعني انت شايف ان انا جبت لك 5 عملات النهارده ولا 5 حاجات، انت شايفهم عادي 5 حاجات بيخش يجيبهم، لا ده انا بدور واحده واحده واشوف دي ايه ودي شوف دي ايه واشوف دي ايه، فاهمين قصدي؟ فبس يعني اللايك والله العظيم الجميل منك وتعليقك الحلو ان انت تعمل مشاركه على الفيس او على الواتس للفيديو بتاعي، اقسم بالله الحاجات دي بتحفزني ان انا اشتغل تاني. السلام عليكم ورحمه الله.